السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هذا الفيديو هذا غادي نخصو حول العلاقات الجزائرية المغربية، والحل الممكن اللي غادي ينهي هذا المشكل القائم اللي دابا مر عليه 47 سنة وباقي يراوح مكانه، ولو أننا حنايا حققنا إنجازات دبلوماسية والصحراء راه عندنا وحنا راحنا في الصحراء، إلا أن باش نكونوا واضحين ونكونوا ما مغرورينش أن القضية تاع الصحراء المغربية في قضية في الأمم المتحدة راه منطقة متنازع عنها. يعني احنا كيف ما كان الحال مازال ما خرجناش من عنق الزجاجة، وهذا بالسبب كله بسبب ديال الجزائر. اذا انايا فيما يخص الحل اللي كنشوف ممكن انه يرجع الامور لمجاريها، ولو ان غادي نقول واحد الكلمة خطيرة اللي ما خصنيش نقولها، ولكن لابد ما خصني نقولها. لان علاش؟ باش غادي يظنوا المغاربة ان الجزائر غادي ترفع يدها من مشكل تاع الصحراء، هذه ما عمرها غادي تكون جامي. لان علاش؟ 47 سنة والجزائر حتى هي انخرطت في هذا المشكل، حتى هي رشات، حتى هي نفقت، حتى هي ما يمكنش قدام غدا تقول لك صافي السلام عليكم غير ديو الصحراء. ولو انه يزول هذا النظام العسكري ويجي نظام مدني جديد، غادي يبقى الامر دائما متجدر ودائما قائم. لان علاش؟ دابا حتى الشعب الجزائري راه ترسخ في الذهن ديالو بان المغرب راه محتل الصحراء، والمغرب بانه راه مضطهد الصحراويين، والمغرب ربوهم على الحقد. يعني مسألة ديال الحقد. يعني ولو أن غادي أنا واحد متشائم دائما كنقولها بأن متشائم فيما يخص الآفاق المستقبلية ما بين المغرب والجزائر. وانا الا قلت الحرب انا نعرف بلي الحرب راها قطعه من جهنم، الحرب راه فيها دمار، فيها خساره، غادي تطفر غير في الناس. ولكن الى لابد من التضحيه من اجل باش توصل السلام. وانا الا قلت الحرب ماشي انا غادي نرفد انا الكلاشيكوف، راني عندي ثقه في المؤسسه العسكريه المغربيه ديالنا. انا نعرف معنا هنا في الفيسبوك وفي هذه الشبكه التواصل كاين جنود مغاربه من جميع الرتب متقاعدين ومستعدين على انهم يمشيو يضحيو بالارواح ديالهم من اجل باش نصفيو هذا المشكل هذا ديال لان الجزائر هي العدوة. خص المغاربه يعرفوا بان الجزائر عدوة. يعني هي اللي راها تكيد لنا احنا الكيد وراه ديرنا الحفار وكذا. انا كنشوفها طبيعي لان هي كتشوفنا عدو، قصة تحاربنا بجميع الوسائل الممكنة. الور لهذا حنا خصنا نديرو جميع الوسائل الممكنة اللي عندنا، ماشي فقط اننا غير ناضلوا فقط في شبكات التواصل والمسائل، ولكن حتى من الناحيه ديال هذا النزاع هذا اللي ما بغاش يتفكوا معنا فيه 47 سنه. ولو اننا احنا في التنميه لا باس، ولكن باقي مشكل. لانه كما كان المشكل تاع الصحراء ربما كان مشينا حنايا بعيد وتا هما وكراهم هما رحنا نتمشاو وما شادينا في التريكو باقي دايرين العصا في الرويضه هذه. خصنا نكونوا كلار. الور لهذا انا باش غادي نقول لك اللي راهي تنوى اللي راه من النواوي ان الجزائر غدا غادي يكون انفراج وغادي هذه ما عمرها ما تكون خصكم تعرفوها. راه المساله بالتالي تنتهي بالحرب. انا نقول لك والحرب راه كاين مؤشرات وكاين لا رياليتي كتدل على ان الحرب غادي تكون واليومنا هذا. ولو ان واليومنا هذا خص يعرف الجميع باننا رحنا في حاله حرب. لان علاش؟ الجزائر باقي ديالنا المشاكل وباقي مواجهه معنا ند اللي ند. احنا لحد الان ما لقيناش شي وسيله كيفاش غادي نبقى عينا من مدو يدينا عينا من نلطفوا معها. هما زايدين في العميات. الور انا نظن باش لان كنجيو نشوفوا احنا اللي خسرنا في الدبلوماسيه راه كلفنا اكثر ما كان خسرناه في المسائل العسكريه. وكان درنا الحرب هذه شحال وكان تهنينا. هذه شحال غير هما راهم يزعجوا فينا وراهم يديروا جينا، وهذا الشيء كله غير حقد وحسد وغيره. هذه غيره وحسد وهذه مساله متعلقه بعلم النفس. يعني خص تعرف بان الجزائريين ربى لهم النظام بان في الدم ديالهم ابا عن جد فيهم واحد الحقد يجري لكل هو مروكي، ما يقولكش لكل ما هو مغربي. ابا عن جد 10 سنين الدري في 10 سنين يقول لك المروك كذا وفاعلين وتاركين وهضره زوج وحنا شهداء وحنا رجال وحنا. وهما في الحقيقه ما عندهمش ديك المليون ونص مليون شاهد، راهم غير نفخها جمال عبد الناصر وداروها بصح. والواقع يتنافى مع داك الشيء. لان علاش من 54 62 راني كيف ما قلت الجزائر ما فيهاش حتى 9 ديال المليون. وزياده عن ذلك الاداره الجزائريه كانت غايبه والسلاح ما كانش بديك القوه اللي كان اليوم. شوف اليوم شحال نزل في سوريا وفي العراق في افغانستان ما وصلش مليون، وهما نفخوها وداروها بصح وراهم كيديروا علينا المسائل.
فيهم فرفارون ولسانهم طويل وحادين غير المغرب، وزدنا جناهم اللي درنا علاقه مع اسرائيل، لانهم عارفين بلي غادي حنا نستافدوا مع اسرائيل، لا من ناحيه التكنولوجيا العسكريه ولا الفلاحيه ولا. الور لهذا انايا باش ما ندخلش في المتاهات وما ندير واحد زائد واحد. الحل بالنسبه لنا وليهم انا نشوفها هي الحرب، لان الا ما كانش الحرب راه الجزائر باش غادي ترفع يدها من القضيه تاع الصحراء، راه هذه خصكم تعرفوا بلي من جامي ما عمرها غادي تكون، لان فيها واحد العناد وفيها واحد المغنى بوحدها سيرتو مع المغاربه. وهذا الشيء اللي كاين. انا ماشي نحرض على الحقد وماشي نحرض على المسائل، ولكن كتبقى وجهة نظر. انا من حقي ندير قراءة، راه كل واحد راه يفصل هاد العلاقات، واحد يفصلها هاك واحد يفصلها هاك، هذا اكاديمي. انا راني كنتبع الاحداث ونعرف شنو كاين، وهذا الراي ديالي انا وما نلزم فيه حتى واحد. والسلام عليكم.